ازيكم عاملين ايه؟ ازيكم. حفظتها له خلاص. المهم بقى، احنا دلوقتي يا جماعه جينا، كنا نازلين اصلا النهارده، انا نازله قلت لسيزين يلا ننزل علشان نعمل الفيديو اللي انا عايزه اعمله، علشان نقول بقى هتعرفنا ازاي وكده. المهم نزلنا، من ساعه ما احنا نزلنا واحنا يعني مش عارفين نصور يعني قعدنا في مكان، المكان كله صوت، بعدين مش عايزين نقعد في البيت برضه، عايزين يبقى حاجه مختلفه. فجينا دلوقتي مكان، المهم الضوء مش كويس، قمنا فاتحين فلاش تليفون، المهم مش كل ده مهم. بس عايزه بقول لكم النهارده انا وسيزين اتعرفنا ازاي. جينا دلوقتي بقى قعدنا في الكافيه، وهحكي لكم انا وسيزين اتعرفنا ازاي. انا اول لما جيت تركيا كنت عايزه اشتغل حاجه مع الجامعه، فقررت ان انا يعني انا عشان كنت بلعب جمباز وانا في مصر، فقلت ان انا اشتغل حاجه ليها ممكن علاقه بالجمباز شويه، هي دي الخبره الوحيده اللي كانت عندي ساعتها. فرحت واشتغلت وكده، لقيت بقى صالون حلو كده اشتغلت فيه بتاع جمباز يعني. فرحت واشتغلت وكده، كنت خدت خلاص على الناس هناك وعملت اصدقاء، وفي مدربين هناك تانيين وبقينا اصحاب وكده. كل ده وانا بدرس، انا كنت ساعتها في الجامعه بس. فبعدين بصوا انا بكلمكم واحنا قاعدين بنشرب شاي يعني، فمخليه الموضوع طبيعي، اللي هو قاعدين بندردش معاكم بالليل وبنحكي لكم احنا اتعرفنا ازاي. بس المهم ان انا بقى خلاص بقى كان ليا صحابي وكده، كلنا كنا ساكنين في منطقه توزلا، يعني صحابي اللي معايا في الشغل كنا كلنا ne gülüyorsun? Tuzla'ya taşındığını mı anlatıyorsun? Yok, Tuzla'da çalışıyorum diye anlatıyorum. Ha. Yani hepimiz Tuzla'da oturuyorduk, antrenörler işte, salon sahibi falan. Ha. بس كنت بترجم له معلش. فبتاع ده، فكلنا بقى كنا قاعدين في منطقه واحده في توزلا، والصالون اصلا بتاع الجمباز كان في توزلا. المهم صاحب الشغل يعني صاحب الصالون نفسه، هو مش سنه مش كبير قوي، متوسط ثلاثينات، ومتجوز ومخلف برضه. احنا نعرف مراته وولاده بيجولنا وقرايبه بيجولنا وعيلته بيجولنا، وركزوا على صاحب الشغل كويس علشان هو ده لب الموضوع. بس بعدين قرايبه بيجولنا، ومن قرايبه اللي انتوا ممكن تعرفوش او ان انا ممكن لسه بقولها لكم اول مره، ان السجن اصلا قريب صاحب الشغل، يعني هو يبقى ابن عم. المهم فهو عيلته يعني اخواته، مثلا قرايبه، عمامه، ولاد عمامه، بس ف ولاد خلانه، كل الناس دي بتجيلنا الصالون وانا عارفاهم اوريدي. بس المهم احنا في مره نزلنا كلنا، كنا نازلين المدربين اللي في الشغل واصحابنا اللي في الشغل، وهو طبعا معانا اللي هو صاحب الشغل كان نازل معانا وكده، ورحنا غابه كلنا مع بعض، عملنا بيكنيك يعني، كنا بنشوي وكده. بس فساعتها سيزجين جه معاه، هو ابن عمه، واحنا نعرفه اصلا، بيجي يسلم علينا وكده، فنزل معانا. Nereye? Aydosar. Nereden biliyorsun? Söyle, piknik diyorsun işte. بيكنيك. فهم من كلمة بيكنيك. بس بتاع ده، فرحنا كلنا مع بعض. المهم واحنا هناك فاتكلمت بقى انا وسيزين عادي، بس كفريند يعني، مفيش اي حاجه ما بيننا، كنا اصحاب تماما، مفيش اي حاجه خالص ما بيننا. بس بقيت حاجه ضحكه خبيثه قوي. Sadece arkadaşız. sadece arkadaşlık işte. Anlıyorum bak seni. بس فاحنا كنا مجرد ان احنا كنا صحاب يعني. بعد كده ايه اللي حصل، ان احنا بقى يعني عند بعض على انستجرام، علشان كمان نبعت لبعض الصور مثلا بتاعه اليوم ده. عملنا جروب كده وبعتناها لبعض على الواتساب، فبقى معانا نمر بعض كلنا، احنا كنا كتير، فكلنا كان معانا نعمل بعض. المهم انا وسيدنا كان امرتنا ان احنا نقرب طبعا من بعض، بس كلنا كنا بنقرب من بعض، مش انا وهو بس يعني، كلنا. فابتدينا كلنا نتكلم على انستجرام وواتساب وهات وخد الكلام ده. بس وانا وسيزجين ابتدينا نتكلم على الواتساب، بس مش كل يوم يعني، كل فتره، فاهمين؟ مش اللي هو لا انتوا كنتوا صحاب ولا حاجه، لا احنا كنا فعلا صحاب يعني، احنا ما كناش بنتكلم كل يوم باستمرار يعني، كل فتره كده اللي هو حاجه بتاع عشان حاجه نقوم متكلمين. بس اللي انا ما اعرفوش او اللي انا ما ركزتش فيه، ان صاحب الشغل ساعتها ما كانش يعرف ان انا وسيزجين بنتكلم. بس وانا كنت فاكره ان ده عادي، ان انا وهو بنتكلم كاصحاب، مفيش اي حاجه ما بيننا.
بس فمره انا كنت قاعده بتكلم يا جماعه، الحته دي مضحكه جدا. Şey, sen Nurca biz konuşuruz diye gördüğüm zaman anlatıyorum yani. Tamam. المهم في يوم من الايام انا كنت انا وسيزجين بنتكلم بس فانا كنت ماسكه التليفون وعماله بتكلم معاه، بس بنتكلم كفريندز مفيش اي حاجه. ف بعدها لقيت كان هو صاحب الشغل كان قاعد جنبي، هو كان واخد علينا قوي، هو معتبري زي اخته الصغيره وبيخاف عليا قوي يا جماعه بزياده كمان يعني. بس ثواني التليفون اتهز شويه. المهم بتاع ده فبيبص كده في التليفون، يعني مش قصده طبعا، بس عارفين اللي هو لما يبقى حد قاعد جنبك وبالغلط تشوفي الشاشه عنده مثلا او كده، او تلمحي حاجه كده. فبتاع ده فلقيته بيقول لي هو انت بتكلمي مين؟ فقلت له سيزجين عادي يعني. فقال لي سيزجين مين؟ فقلت له سيزجين اللي هو تبعك اللي هو ابن عمك يعني. بس فلقيته بيقول لي ايه بتتكلموا بتقولوا ايه يعني؟ فقلت له لا مفيش حاجه بنتكلم كاصحاب يعني. بس فقام مسك مني التليفون وقام بقى شايف طلع يا جماعه الكونفرسيشن الاخر خالص، يعني هو الاخر خالص للتوب اللي هو احنا ابتدينا نتكلم امتى اصلا. بس فقعد بقى يشوف الشات كله وقعد فقال لي يعني انتوا بتتكلموا طب ما قلتليش ليه؟ فقلت له عشان احنا بنتكلم صحاب مفيش اي حاجه ما بيننا يعني، ما اتكلمش ليه فيها ايه. وانا كنت طبعا لسه جايه جديد وعايزه اعمل صحاب، فانا بحب ان انا اتكلم مع الناس اللي حواليا، وبالذات ان هو ابن عمه فمش حد غريب فاهمين. فقلت له عادي يعني كنت عايزه نتكلم. فبعدين قال لي طب استني اديني التليفون كده. فانا ساعتها كنت بكلم سيزجين في حاجه يعني، كنت بساله على حاجه. فبعدين يقولوا بقى ايه اللي حصل، عايزه سيزجين هو اللي يحكي لك. O gün yazıyorum ben sana. Bak nereden başlayayım? Günaydın, günaydın. İşte ne haber, ne yapıyorsun? Sonra bir mesaj geliyor. Benim kuzenimin profil fotoğrafı. Altına ne yazmıştı? Şarkı sözleri. Ne, hangi şarkıydı o ya? Hatırlamıyorum ama şarkı sözleri Şarkı yazdı. sözleri. Ondan sonra ben direkt sana mesaj atmayı kestim hemen. بس hemen kestim. ففعلا هو ده اللي حصل، ان سيزجين بعدها لما يعني بطل يتكلم معايا خالص خالص، قعدنا كده لحد السنه دي ما بنتكلمش خالص، اللي هو زيرو كلام، ما فيش اي كلام ما بيننا لحد السنه دي بجد. المهم بطلنا نتكلم خالص يعني، Instagram'dan sadece yazışıyorduk o kadar, hiç konuşmadık sonra ondan sonra. Hayır, ben sana bir daha yazmayı bıraktım. WhatsApp, Ama bir dakika, Instagram'dan orada senin yazıyordu. suç komple senin. Suç komple senin. Ama Sen sadece arkadaşlık o zaman. olsun. Sen niye telefon ekranını gösteriyorsun? Olsun yani benim patronum o yüzden. Olmaz Bir de ki. abim gibiydi. Tamam Gibi işte yani. tam tersi saklaman lazım, göstermemen lazım. Hayır biz arkadaşız. Arkadaşlık ne oldu? 2 yıl boyunca konuşmadık. Yani evet 2 oldu. yıl boyunca konuşmadık. المهم ان احنا ما اتكلمناش فعلا تاني خالص. وبعدين اللي حصل ان ساعتها يعني بس احنا عند بعض على الانستجرام، مفيش اي حاجه حصلت. سيزجين بس ايه مثلا انا احط مثلا ستوري يقوم ردد، هو حاطط ستوري ساعات كنت ارد عليه. Sadece hikayelere cevap veriyorduk. Ama çok az. Yani çok az evet, sadece mesela doğum günüm falan. يعني عيد ميلادي او مثلا لو حاطه حاجه بتضحك بتاع يقوم باعت لي اللي هو ايموجيز وكده، اللي هو الفيسز اللي بتضحك دي وخلاص يعني مفيش حاجه تاني. المهم بقى لحد بقى السنه دي ابتدينا ان احنا نتكلم تاني يعني. شوف انا كنت نازلين كلنا برضو مع بعض مره، وبعدين سيزجين جه برضو، وبعد كده قعدنا نتكلم وبتاع وعامله ايه وانت عامل ايه، واللي هو واتكلمنا بقى على الجامعات ان احنا بقى اتخرجنا وبتاع والكلام ده كله وبس. وبعد كده بقى ابتدينا نتكلم في اللحظه دي بقى يا جماعه، في السنه دي بالذات. bu yılda konuşmaya başladık işte. بس وابتدينا بقى نتكلم وكده. المهم الكلام طبعا احنا قربنا من بعض وابتدينا بقى نتكلم وكده، وساعتها حتى افتكرنا اللحظه ديت اللي هو كانت من ساعتها، اللي هو لما ما اتكلمناش خالص وعدى كذا سنه يعني عليها. بس وقعدنا نضحك على الموضوع ده وخلاص. وبعد كده بقى ابتدينا خلاص نقرب من بعض بقى وكده ونزلنا مع بعض نزلنا مع بعض مرة او مرتين، بس برضو من غير ما اللي هو صاحب الشغل كان يعرف. نزلنا مع بعض يعني خلاص احنا يعني كبار متخرجين احنا الاثنين، انا ساعتها كنت في الجامعة وهو ساعتها كانت في الجامعة.
فنزلنا مع بعض وكده. وبعد كده كلمنا بقى، قلنا له، هو كلمه قال له انا يعني كذا كذا كذا، اللي هو احنا معجبين ببعض عادي وعايزين بقى ناخد ستيب، يعني ناخد خطوة بجد وكده. بس ساعتها طبعا صاحب الشغل ان هو اول حاجة يا جماعة عملها ان هو راح وكلم مع سيزين، قال له ما تزعلهاش وما تضايقهاش. وبجد كان اللي هو تحس ان هو مش قريب، هو تحس ان هو قريبي انا، يعني عشان كده انا يعني يعني من اكتر الاشخاص اللي انا بحبها، ومن اكتر الاشخاص اللي هي اساسا ساعدتني لما انا جيت تركيا. بس فهو ماسك سيزين قال له لازم تخلي بالك منها وما تزعلهاش وتاخد كل حاجه بجديه وما تبقاش تتعاملوا كاطفال وكده. وعمل ستريس اول الحاجات ديت ان هو المفروض يتحمل المسؤوليه، ولو عايز فعلا يقرب مني وياخد خطوه بجد ان هو يبقى قدها وبس. وقال لسيزين بص انا رد عليا بعد يوم، يعني استنى وفكر. فسيزين بعدها فعلا راح وقال له انا هعمل كده، يعني انا بجد عايزه اخد الخطوه دي بجد وعند كلمتي يعني. بس فبعدها بقى حصل اللي انتوا شفتوه بقى، خطوبه وكده. انا قبل ما احنا السنه دي، قبل ما احنا السنه دي اللي هو في الصيف ده، يعني قبل ما احنا اللي هو نتكلم ونتقابل تاني وكده، كان هو حاطط ستوري كده، فانا بعت له ايموجي اللي هو ان الصوره حلوه، يعني عملت له لايك، مش حاجه لايك يا beğendim işte. Ne gönderdim böyle. بعت له حاجه زي السباركل، عارفين اللي هي بتلمع ديت، اللي هو زي الفاير ووركس كده في واتساب. بعتها له على، بس كانت على انستجرام، بس كان عادي يعني مش في نيتي حاجه يعني. sonra Ben o zaman Balıkesir'den dönüyordum. Moladaydık yolda, uzun yolda molaya durduk. Arabada fotoğraf çekildim, attım sen direkt. bu bayramda değil mi؟ Direkt sen cevap verdin. بعد العيد، هو كان ايام فعلا العيد الكبير. كان سجين راجع، كانوا مسافرين، كان في بيت المصيف بتاعهم وراجع. فانا بعت له اللي هو الايموجي ديت. فقام واقف قال لي انا وقفت ne söyledin söyle bir daha. Neyi? Bir daha söyle. Durdum sonra. Durdum molada. Sonra arabada fotoğraf çekildim. Canım oğlumla, minibüsümle. Ondan sonra direkt story attım. Sen cevap verdin. Böyle fire attın bana. Ateş attın. Ondan sonra başladı. Yoksa yine olmazdı. Ben yazmazdım. هو فعلا كان خايف ومش عايز يتكلم خالص من ساعة ما اللي حصل ده مع قريبه وكده، مع اصحاب الشغل يعني. بس حصل كل خير، حصل كل خير. Bana da söyle. Hayır oldu yani. Hayırlı bir şey oldu. Ben söyle, tercüme et bana da anlayayım ben. Ben de sana söyledim. Biz belki o yılda konuşsak, böyle daha yakın olsak belki güzel olmayacaktı bir şey. Tabii Çünkü canım. küçüktük o zaman. Nasip. küçüktük o zaman da. كنا صغيرين قوي كانش هيحصل حاجه. جماعه انا عايزه اقول لكم بقى، خلاص احنا كده خلصنا موضوع التعارف، الحكايه خلصت. قولوا لي رايكم في الحكايه بتاعتنا بتاعت التعارف بتاعنا. الفيديو اللي فات، اخر فيديو انا كنت حاطاه لكم، اللي هو بتاع المجمع. في ناس كاتبالي، يعني في 2 اكشلي كاتبين لي انتي بتقولي بصوا 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 كتير قوي. انا لسه واخده بالي من الموضوع ده، انا اتكسفت جدا اللي هو قلت يا لهوي انا بقول بصوا كتير قوي كده ليه. بس انا مش هقول الكلمه دي تاني. وفي حد قال لي لو انتي ما قلتيش بصي في الفيديو الجاي، البصوا في الفيديو الجاي انا هجيب لك هديه. اوكي انا ممكن اخليها تحدي عادي جدا. مش هقول لكم بصوا تاني. Ben videolarda hep bakın 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 diyorum. Birkaç kişi bana şey dedi, hep bakın 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 diyorsun. Çok güzel bir bakın söylüyorsun. Böyle şaka olarak. Ben de bakın bir daha söylemeyeceğim dedim. بس فمش هقول لكم بصوا تاني. وعايزه اقول لكم ان انا بجد انا عامله لكم الفيديو ده النهارده، وكنت منزله التسجيل ونازلين. بصوا احنا لابسين جاكيت والجو برد اساسا، وحاطه اضاءه وحاجات غريبه عشان بجد انا بحبكم وبتحسسوني بجد ان انتوا زي يعني اسرتي وكده. انتوا بتعملوا ايه؟ لا ابيض kesmeyeceğim. بس بتحسسوني بجد ان انتوا قريبين مني وكده. عشان كده انا حبيت ان انا اعمل لكم الفيديو ده واشارك معاكم القصه دي. ان القصه دي اساسا مش ناس كتيره تعرفها، حتى في وسط صحابي مفيش اصلا ناس كتيره تعرفها، يعني مفيش ناس كتيره خالص تعرف القصه دي. عارفين سيزين عمل ايه دلوقتي؟ شرب الشاي بتاعه وخلصه، وبعد كده اخد الكوبايه بتاعتي دي، بصوا اخدها من هنا وبعد كده حطها هنا من تحت عشان يبان انه كأنه بيشرب في الشاي بتاعه.
هو على طول بيخلص الشاي بتاعي benim كده. çayım ki bu, senin çayın bitti. bitmedi. Bitti بصوا işte. دلوقتي غير الكوبايات، جاب بتاعته فاضية عندي، بيقول لي بتاعك خلص. ده مش بتاعي. انا ده مش بتاعي، انا ده بتاعي وانتوا شاهدين عليا. بس عارفين دلوقتي انا قاعده حاسه ان احنا اجواء لايف قوي، اللي هو يا ريتني كنت فاتحه لايف. بس هنعمل لايف ان شاء الله قريب. انا اساسا مخططه ان احنا نعمل لايف معاكم، انا وسجن بقى، ولو مامي بقى طلعت معايا. والمره دي بقى نعمله لو انتوا عايزين تسالوا اي حاجه لسجن ليها علاقه بتركيا او العادات التركيه، مسلسلات، افلام، اسالوا على اللي انتوا عايزينه بجد. Bir gün canlı yayın yapalım. Tamam. Sana bir şeyler sorsunlar. Türkiye falan hakkında. Tamam, sorsunlar olur. نعمل كده مرة. وايه تاني وهعمل لكم فيديوهات حلوه قوي ومسليه قوي الايام الجايه، انا وسيزجين برضو. مامي الايام دي مش عارفه وراها حاجات كتير، وكل ما نبقى عايزين نعمل فيديو في حاجه بتطلع فما بيحصلش. بس فانا وسيزجين هنعمل لكم فيديوهات حلوه قوي الايام الجايه، ليها علاقه بقى، مش عايزه اقول تحديات، بس ليها علاقه بحاجات ترفيهيه يعني اكتر، مسليه غير الحياه اليوميه وكده. انا عايزه اعمل حاجات مختلفه كمان، فعايزين نعمل لكم كده شويه تشالنجز، تحديات كده، على شويه حاجات مختلفه. بس يعني وطبعا كمان هكمل لكم في الحياه اليوميه، عشان الحياه اليوميه ديت انا بحب اصورها قوي اصلا، يعني انا بحب اشارك حياتي معاكم قوي. بس على بالليل بقى كده نقول لكم باي باي وتصبحوا على خير. اكشلي لا، انا هحط الفيديو ده ليكم يعني على بعد العصر كده، فمش تصبحوا على خير ولا حاجه، لينا احنا دلوقتي تصبحوا على خير. بس ونشوفكم بقى في فيديو تاني جديد. نقول لكم دلوقتي باي باي. باي باي diyeceğiz. Tamam. Bir şey söyle onlara, ben de tercüme edeyim. İşte biz de Nadine Hanım'la böyle tanıştık. Buralara geldik. Nasipmiş. İyi ki olmuş. بس كده. خلاص. Nasip ne? خلاص. Halas. خلاص. Halas yeter demek. yeter. خلاص bitti demek. Ha bitti. Halas. خلاص كده. Bu kadar. هو ده الحكايه. واكتبوا لي بقى في التعليقات ايه رايكم في الحكايه، كنتوا متوقعين انها كده ولا لا. Bir de Türkiye'de merak ettikleri bir şey varsa yorumlarda belirsinler. Biz de gidelim gösterelim. بس كده. يلا. باي باي. Niye söylemiyorsun? yazacağım. He tamam. Peki. Bye. Bay bay. خلاص. Kapak fotoğrafı yaparsın böyle bak kapak bak. Daha yeter. باي.